يلي جابوك رجال. ككل عام جمعية سفير تقوم بمثل هذه المبادرات، حفل الختان لأطفال العائلات المعوزة. إلا أن جمعية سفير تهتم بالتراث والعادات والتقاليد، تأبى كل عام أنها تختار منطقة من الجزائر لتعرف بتقاليدها. هذا العام أبينا إلا أنه نختار هذه المنطقة المعمارية ونقوم بحفل الختان على حسب العادات والتقاليد العاصمية، من الحنة التي يقوم بها العائلة العاصمية إلى الجو العاصمي الشعبي المعروف في العاصمة، إلى الزرنة المعروفة في العاصمة. هذا أصغر الأطفال مختتنين. مثلا العادات، الطفل العاصمي يقوم يديوه يعني يتختن. اكيد احنا الاطفال اليوم سبقوه وتختنوا اليوم الحفل ديالهم. مثلا الحنه اللي نشوفوها بعد قليل هي عباره عن فال كما نقولوا احنا، من يطولوا التوسه للطفل، اكيد يطولوا الهدايا. وكلا يعني بدينا نشوفوا احنا علاش نديروا مثل هذه الحفلات، لانه بدينا نشوفوا عاداتنا وتقاليدنا تندثر. زرنا شباح القاده في الاعراس، سواء في الختانات ولا في الطهارات ولا في الفيونساي ولا في هكذا فاتحه ولا هكذا في المناسبات تاع رمضان يختنوا ذراري صغار، لازم تكون زرنا لازم باسكو شباح القاعده. حنا هذه التقاليد تاعنا ما نقدروش نسمحوا فيها، امبوسيبل اختي، باسكو خلاها بو على متيتيش وكان الناس اللي موراه. حنا سما كي نجوا هكذا نخدموا هكذا المناسبات، ختانات، اعراس، حفالي هكذا في رمضان، كاش السهرات، مانيش عارف، كاين بزاف الامور الناس اللي تحب دير هكذا القعدات. واليوم راهم عرضونا هنا في قصر هذا عبد اللطيف، جابوا ذراري المختنين، درنا معاهم قعده تاع واحد نص ساعه وفرحنا لهم. من أهداف جمعية سفير هو التعريف بالمناطق التراثية، وفي مثل هذه المناسبات حفل الختان نغتنموا فيه أنه نعرفوا العادات والتقاليد العاصمية أو منطقة أخرى، ودائما نختاروا أنه تكون ماشي في قاعة مغلقة، لأنه القاعات المغلقة ما نوصلوش بها الرسالة اللي تبنات جمعية سفير على الهدف ديالها. الهدف تاعنا دائما أنه نعرفوا بالتراث المادي ولا مادي في كل المناسبات، حتى في الأعمال الخيرية.